بقولك ايه؟ قولي. مفيش بما ان مايك. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ايه رأيك في اختلاف الرأي لما يكون كلاينت واحد عنده كذا حد بيديك رأيه في الفيديوهات او الشغل؟ دي كلاينت لما بيبقى بيبوظوا الشغل، انا اسفه اني بقول كده، بس يعني انا يعني فكره ان يبقى في اكتر من راي، دي فكره. يعني لو الناس مش دارسه ماركتنج اللي بتكومنت، الشغل بيبوظ. يعني حلاوه، بصي، حلاوه الفكره ان يكون ليها مخرج واحد. مفيش عمل فني في اي حته في الدنيا ليه اكتر من شخص بيخرجه، الا بقى يعني لو اعمال فنيه ضخمه. احنا بنتكلم في ريلز على السوشيال ميديا. انت بقى بتبقي اللي عامل الاستراتيجي وعامل البلان وكده، بيبقى هو عنده رؤيه، عنده حاجه. يعني من انجح البراندات اللي اشتغلنا معاها مثلا بحر، ان هم ما تدخلوش تماما في شغلنا، عشان كده الدنيا كلها بتتكلم عليه. فاهماني؟ ليه سابونا نخرج الحكايه وقدرنا نوصل للاوبجيكتيف والهدف اللي احنا حاطينه. فكره بقى ان الكلاينت يبقى ده بيكومنت وده بيكومنت، ده بيعدل وده، اصلا انا حاسس ما فيش حاجه في الديجيتال ماركتنج اسمها احساس. والله يا جماعه في حاجه اسمها ارقام. فيصل بيني وبينكم الارقام. لما ما اجيبلكوش ارقام حلوه ابقوا زعقوا معايا. غير كده مش هسمع كلام حد وهعمل اللي انا شايفه صح.